لو حد هددك انه هينزل صورك على الانترنت، في طريقه تقدري تعرفي بيها اذا كان فعلا نزلهم ولا بيهوش من بعيد وخلاص. في خدمه جوجل بتقدمها اسمها جوجل اليرتس، ودي فكرتها باختصار ان لو اي حد على الانترنت ذكر اسمك في حاجه او نزل لك صور او فيديوهات، جوجل هتبعت لك في لحظتها تقول لك ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل، وبيتبعت لك طبعا لينك الموقع او اسم المنصه اللي اتذكر فيها اسمك. فعلشان تفعلي الخدمه دي عندك، ادخلي على جوجل واعملي سيرش على جوجل اليرتس، ودوسي على علامه البلس اللي جنب الايميل، وبعدها دوسي على اديت. هتكتبي في السيرش فوق اسمك او اللقب بتاعك اللي متوقع من الشخص اللي بيبتزك هيكتبه. وركزي معايا بقى في الخطوات الجايه دي. جوجل هيسالك عايزانا ابعت لك كل قد ايه ان حصل حاجه، مره في اليوم ولا مره في الاسبوع ولا بمجرد ما تحصل. هتختاري طبعا كما يحدث. وفي المصادر هيسالك هل مثلا عايزاني ادور في الاخبار ولا في الفيديوهات ولا فين بالظبط، فهتختاري تلقائي في كله يعتبر. واللغه خليها مره بالعربي ومره بالانجلش. وفي المنطقه اختاري الدوله اللي انت فيها او الشخص اللي بيبتزك موجود فيها. وفي خانه العدد خليها كل النتائج. وفي اخر خطوه تحطي الايميل بتاعك اللي هيجيلك عليه كل الرسائل دي، وبعدين دوسي سيف. وقلتها قبل كده كتير وهقولها تاني، لما حد يبتزك بصورك بلغي عنه مباحث الانترنت. ومش شرط الشرطه تقول لاهلك حاجه، فما تقلقيش وما تبعتيش لحد ولا تبعتي لي تقولي لي ان في حد بيهددني. انا مفيش اي حاجه اقدر اساعدك بيها غير اللي قلتها. وارقام مباحث الانترنت كلها قدامك اهي، خديها سكرين شوت وربنا يسترها عليكم.